مرحبا يا أصحابي، أنا مريم وجيت النهاردة أحكي لكم حكاية عن بنوتة جميلة. عملت حاجة كانت فاكرة إنها صح، لكن اتعلمت منها درس مهم جدا. يلا بينا نعرف القصة. كان يا مكان، كان في بنوتة لطيفة اسمها ليلى. في يوم من الأيام ماما جابت لها فستان جديد لونه وردي وعليه وردات صغيرة بتلمع. أول ما ليلى شافت الفستان وشها نور وفرحت جدا وقالت: ياه، ده أحلى فستان شفته في حياتي. ماما ضحكت وقالت لها: عشانك يا ليلى يا قمر. ليلى خدت الفستان وحطته في الدولاب كويس وقالت: أنا هلبسه يوم مشوار مهم جدا. وبعد كام يوم ماما قالت: يلا يا ليلى، هنخرج نتفسح شوية. ليلى لبست هدومها العادية، وماما استغربت وقالت لها: ليه يا ليلى ما لبستيش الفستان الجديد الجميل؟ ليلى ردت بهدوء: أنا شايلاه لمشوار مهم أوي يا ماما. ماما قربت منها وقالت بابتسامة: يا حبيبتي، لازم نستمتع بالحاجة الحلوة دلوقتي ونعيش اللحظة بجمالها. يمكن المشوار اللي انتي مستنياه ما يجيش بسرعة والفستان يفضل متشال، وساعتها هتروح علينا الفرحة. ليلى فضلت ساكتة شوية وبعدين ابتسمت وقالت: عندك حق يا ماما، ممكن النهاردة يكون يوم مهم. جريت بسرعة، جابت الفستان ولبسته وبصت في المراية وقالت وهي مبسوطة: أنا فرحانة قوي إني لبسته النهاردة. وخرجت مع ماما، وكان يوم جميل مليان ضحك وفرحة. وتعلمت ليلى إن الفرح ما نستناهوش، الفرح حوالينا لو إحنا حبينا نعيشه. خلصت حكايتنا. أنا مريم وبحبكم كلكم. لو عجبتكم القصة اعملوا لايك واشتركوا في القناة، واستنوني في حكاية جديدة قريب.